هي شوف، هي كل مباراة انه تدخلها صعب، ليش؟ لان الفرق دائما تلعب امام القوة الجوية بتكتل دفاعي. يعني شاهدنا انه الميناء يلعب تكتل دفاعي، جوي بغداد خسر 2-0. الان الكهرباء يلعبون 5 مدافعين، فكل مباراة لازم تدخلها بروحية وعينك على 3 نقاط. الان تنتظر مباراة امام الزورات، تعرف الكلاسيكو له طعم خاص، الفوز يعني انه تمشي بعيد بالدوري. مباراة عاطفية لك امام فريقك السابق. لا اكيد، فريق السابق وفريق من افضل، اعتقد من افضل الفرق انه جماهيريا وكلاعبين. نقول انه يا رب انه تطلع مباراة جميلة بين الفريقين، وان شاء الله يقدم الافضل وانه يفوز. حب كبير من قبل جماهير القوة الجوية لابراهيم باي، جاتوهم حتى هنا. اكيد هم ذول عشقنا لجمهورنا، وجمهور خاصة جمهور القوة الجوية لازم نعطيه كثير، ويا رب انه هاي السنة نحقق لقب الدوري والكاس. ابراهيم، اسمك من ضمن الاسماء في مفكرة الكابتن راضي شنيشي لتمثيل المنتخب الاولمبي في اولمبياد باريس سنة لك. وكابتن راضي يحتاج لنا موجود حاضر. للجمهور العراقي الرسالة اللي حاب تبعثها قبل مباراتين امام اندونيسيا وايضا امام فيتنام في البر. اكيد، البعض انه فاهم الموضوع انه تاهلنا، لا، المباراتين لازم نفوز بين لان تعطيك في التصنيف. الاهم القادم هو اصعب حقيقه، لان تفوز لنا المباراه راح تجينا التصفيات، الاهم انه تاهل كاس العالم. من ان الله سبحانه وتعالى انه تاهل كاس العالم في قياده كاساس، وكابتن عدنان درجال يعني يستاهل كل الخير، لان جاي هم والاعضاء الباقيين، كابتن يونس البقيه، لان تعبوا على نفسهم وسوونا دورة حلو من افضل الدوريات حقيقه في اسيا. تقريبا لعبت ب 11 مركز، بقى بس مركز حراسه المرمى، ممكن نشوفك بوحده من المباريات حارس؟ اكيد، يعني الجويه او المنتخب الوطني، انا في المنتخب الوطني اي مركز احتاجه، المهم انه اصنع واسجل. المدربين انه يحتاجني في اي مركز انا حاضر. جاي تتدرب على مركز الحراسه، ممكن جاي اتدرب بالجويه.